يا مساء السعادة والأنوار عليكم، يا رب كل اللي يشوفني يكون طيب وبخير إن شاء الله. تعالوا بقى النهاردة هنعمل شوية مشاوي، بس إيه عظمة. هقولك على تتبيلة مشاوي تحفة، سهلة وبسيطة وسريعة ومنجزة، تنفع معاكي في أي وقت وفي كل مكان. بجد هتقدري تتبلي كل جميع أنواع المشاوي، سواء كفتة، فراخ، لحمة، ريش، وهتطلع النتيجة مبهرة. بس ما تنسوش تصلوا على الرسول ولايك وشير وكومنت حلو منكم على طول. وتعالوا بقى بصوا حتة اللحمة عاملة ازاي. بصوا الريش دايبة يا جماعة، مستوية ومتبلة تتبيلة حلوة جدا، وبجد طرية قوي قوي قوي. ولا الفراخ شايفين شكلها تحفة وتفتح النفس والله العظيم، بتتبيلة بسيطة جدا. شايفين الفراخ دايبة دوب. هقول لكم على كل التريكات، وهقول لكم كمان على الغلطة اللي انا وقعت فيها علشان ما تغلطوش وتتعلموا مني. ما هو يعيش المعلم ويفضل يتعلم. انا هنا بقى معايا ريش، ودي كانت ريش بتاعت جديان. تمام كده تقدري تستخدمي ريش ضاني، بس انا ما لقيتش غير ريش جديان. وجبت كيلو كفتة وعليه 100 جرام من اللية. ودي وراك وانا خالية منها العظميتين بتاعة المفصل، بس ما عرفتش اخلي منها العظمة بتاعة السعفة دي، لان السكينة بصراحة كانت باردة جدا وما اسعفتنيش. وانتوا عارفين ان انا مش في البيت، فطبعا هنتصرف باللي موجود عندنا. تعالوا بقى نسمي الله كده ونروح نشوف التتبيله بتاعتنا. انا هنا معايا 4 حبايات من الطماطم الكبار متقطعين، وقرن فلفل رومي متقطع، وتقدري تضيفي كمان فلفل حامي لو حابه. معايا كمان 4 بصلات كبار كده، يعني البصلايه حلوه كده وتملى العين، متقطعه كده مكعبات. هنجيب بقى الخلاط. بصوا سهل وبسيط الموضوع جدا. الخلاط ده ابسط حاجه هنلاقيها في اي شقق بتاعه المصايف، ولو مش موجود الخلاط تقدري تستخدمي المبشره لو موجوده، فاللي موجود تقدري تستخدميه. بس بصراحه الخلاط اسرع وانجز واحسن كمان. هننزل كل المكونات بتاعتنا ونضيف عليها كوبايه كده من الميه، علشان تساعد الخلاط ان يقدر يفرم لي كل الحاجات دي كويس جدا. وكمان انا عايزه العصاره او الميه بتاعه البصل والطماطم. هجيب بقى كده طبق ومصفى، وهبتدي كده هصفي، هاخد حبة وهصفيهم كويس جدا من المية بتاعتهم، ودول هاخدهم علشان خاطر الكفتة. هاخد بقى لحم البصل زي ما انتم شايفين كده، والمية بتاعت البصل والطماطم مش هرميها، انا هعوزها علشان هنصبع بيها الكفتة بتاعتنا. هننزل بقى على الكفتة بتاعتنا، وزي ما قلت لكم دي كانت كيلو من اللحمة المفرومة، عليها كيلو عليها 100 جرام اسفة من اللية. التوابل بقى بسيطة واسهل من كده مش هتلاقي. هحط كده بهارات مشكلة، يعني هحط معلقة كده ممسوحة من البهارات المشكلة او 7 بهارات، وعليها نص معلقة من الفلفل الاسود والملح، وبشرة كده من جوز الطيب بسيطة خالص يعني مش كتير. بصي مفيش اسهل ولا ابسط من كده. وهمسك بقى العجينة بتاعتي اللي هي اللحمه بتاعتي، احنا بنقول عليها عجينه كده لان احنا هنعجنها كويس جدا، كانك بتعجني حته عجين، يعني كانك بتعجني العجين بتاعنا العادي، علشان كله يتسمخ في بعضه بالشكل ده. وبعد كده الجزء اللي اتفضل معانا في الخلاط هننزل نصه على الريش ونصه على الفراخ بتاعتنا، ونبتدي نتبل الاتنين. نحط على الاتنين ملح، وهنحط برضو 7 بهارات على هنا وعلى هنا، والفلفل الاسود برضو كده نحط هنا حبة وهنا حبة، وبشرة جوز الطيب. هي نفس التوابل اللي هنستخدمها لكل المشاوي. اظن مفيش اسهل ولا ابسط من كده. وعلشان تبقوا عارفين دي التتبيلة الام، احنا بنقول عليها التتبيلة الام، يعني دي التتبيلة الاساسية والرئيسية. التوابل كتير والتتبيلات كتير، بس دي يعني التتبيله الاصليه. وتقدري بقى تضيفي عليها اللي انت عايزاه. لو انت في البيت بدعي براحتك، وتقدري تحطي كمان صويا صوص، هتدي يعني بجد طعم حلو جدا، او باربيكيو صوص. هنقلب بقى الريش بتاعتنا كويس قوي، ونيجي للفراخ برضو نمسك كده الخلطة وندخلها في كل حتة في الفراخ وتحت الجلد وكل حاجة. وبعد ما نتبلها كويس جدا هندخلها التلاجة. يعني انا تبلتها قبل منها بليلة بالليل، وسبتها لتاني يوم بعد ما رجعنا من البحر علشان خاطر نشويها. وده شكلها بعد ما طلعت من التلاجة تاني يوم علشان نشويها. سبتها بس كده تهدى حاجة بسيطة على ما ولعت الفحم علشان خاطر نبتدي نشتغل. وبرضه انا لسه ما قلتلكوش الغلطة فين، هقولك الغلطة فين. اول حاجة بس هنولع كده الفحم بتاعنا ونوزعه، وما يكونش الفحم عالي قوي علشان خاطر ما يحرقليش الحاجة بسرعة. ونجيب بقى الشبكة بتاعتنا دي ونرص عليها كده الفراخ الأول.
من تحت زي ما انتم شايفين كده، ونبتدي بقى ايه نظبط كده ونقفل الشوايه بتاعتنا ونحكمها كويس قوي. طبعا تقدري تعملي الكميه اللي انت عايزاها اكتر من كده، اقل من كده، براحتك خالص. انا عملت الكميه اللي على قدنا. نبتدي بقى كده عليها نهوي علشان خاطر الدخان او السخونيه تبتدي تطلع. وتعالي بقى للكفته، وتعالي اقول لك ايه الغلطه يا ست الكل. انا لما رحت للجزار قلت له انا عايزه كيلو لحمه مفرومه للشوي، لحمه للشوي تمام كده، وافرم لي عليها 200 جرام من الليه. قال لي لا انا هفرم لك 100 جرام بس. لا انا عايزه 200 جرام. قال لي 100 جرام بس، اسمعي مني وخدي مني. طب يا سيدي افرمها لي وشين. قال لي لا هي مره واحده افرمها لك وش واحد، لان اللحمه بتاعتنا بتختلف. وطبعا علشان انا كنت في مطروح واللحمه هناك بتاعتهم برقي، يعني المراعي بتاعتهم هناك بتبقى برقي، اللي هي متربيه في الصحراء، مش زي عندنا هنا مزارع. فانا قلت اكيد تختلف. انت متاكد؟ قال لي اه طبعا اللحمه بتاعتنا بتختلف عن اللحمه بتاعتكم في مصر، فاللحمه بتبقى طريه جدا وناعمه قوي، فهي يا دوبك وش واحد في المفرمه. وانا صدقت وجيت بقى ان انا اسمغها على الاكياس على السيخ زي ما انتم شايفين كده. ابص الاقيها تقع مني ومش عايزه تمسك في السيخ. اعملها واعجنها زي ما شفتوا، مفيش فايده. وبعد لما حطيتها على النار ابتدت ان هي تقع من على السيخ. وساعتها اتاكدت ان انا كان كلامي صح، لاني هو جزار بس انا شيف، فكان المفروض ما اسمعش كلامه. ودي غلطه انا وقعت فيها، ويا ريت ما تسمعوش كلام حد، وطالما انتوا عارفين الصح تعملوه. ودي غلطه انا خلاص اتعلمت منها ومش هعمل كده تاني. انا بقى هقول لكم انا عملت ايه في الكفته. انا بعد ما سويت الفراخ زي ما انتم شفتوا كده وطلعتها، حطيت اللحمه بتاعتي تستوي. وبعد ما خلصت الفراخ واللحمه ابتديت ان انا اجيب الكفته واسمغها كده بايديا صوابع، وحطيتها على الشبكه اللي بشوي عليها الفراخ واللحمه واستوت. وبعد كده بقى عملنا شويه رز، بس مش قادره اقول لكم، رز بقى بسمتي مفلفل وعظمه من بتاع المطاعم ده، حاجه تحفه. تعالي بقى للكفته. بصي الكفته عامله ازاي. انا استوت وما وقعتش لاني ما حطيتهاش على السيخ، بس لما فتحتها بصوا عامله زي، حسيت ان هي كده متفله. اي نعم التتبيله بتاعتها وطعمها كان حلو، مش هقول لكم لا، بصراحه كان طعمها تحفه جدا، بس ما كانتش زي اللي احنا بنعملها لما بنفرمها وشين بصراحه، فما عجبتنيش. لكن اللحمه والفراخ كانت دايبه، وكان طعمها بصراحه ربنا تحفه. وقلت لنفسي بعد كده لما اروح هناك تاني واحب اشوي هعمل اللي انا عارفاه ومتعلماه، ومش هسمع كلام حد. وعملت بقى جنب منهم شويه سلطه طحينه وشويه سلطه حاتي، بس تحفه. عايزه اقول لكم كانت المشاوي طعمها خرافه. يا رب لو الفيديو عجبكم تعملوا له لايك وشير، واستنوني في فيديو جديد واقول لكم مع الف سلامه.